ازيكم يا حلوين؟ كيفكم؟ ازيكم يا شباب؟ مشتاقين، اخباركم كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طيب. يا جماعة، في ناس كثيرة في الفترة الأخيرة مرسل لي كمية من الرسائل وكمية من الكومنتات. يا ضحى ضعفتي بشنو؟ يا ضحى ضعفتي بشنو؟ طيب يا جماعة، للناس اللي ما متابعة، أنا قبل كده اتكلمت في الموضوع ده. أنا شهر 12 يعني قبل 4 شهور عملت عملية بتاعة تكميم. وأنا بديت أحكي في القصة بتلقوها قاعدة كويس. عملت كم حلقة منها ولسه ما خلصتها. إن شاء الله حخلصها لكم يعني، بس كان في ظروف كده ده خلتني أنا أجيف. فالناس اللي ما عارفة أنا عملت شنو، عملت تكميم. طيب. الحاجة أنا لما عملت تكميم، عشان أنا حقول تاني للناس اللي أول مرة تسمع الكلام ده، لما عملت تكميم هنا التكميم ما زي أي بلد تاني تمشي. بتكلم عن البلدان التانية مش اللي في أوروبا. تمشي هناك بتقول عايزة أعمل تكميم، عايزة أعمل تغيير مسار، عايزة أعمل كده، بيقوموا بيعمل لك العملية وخلاص. لا، هنا لازم تمشي في طاقم طبي كامل، انتوا بتمشوا ليه، بتشوفوا الحاصل شنو، وياخدوا القرار النهائي بعد داك حتين، والحكومة توافق عليها، بعدين انت تقدر تعملها. طيب، انا وقتها ما كان وزني داخل في الوزن اللي هو بيقدر يعملوا له تكميم يعني. اوكي، لكن انا كان عندي مشكلة صحية بتكلم عنها ان شاء الله لقدام، بعد ما اكمل لكم في فيديوهات التكميم ان شاء الله. هي السبب ده هو اللي خلاني انه انا بالملف ده، هو اللي خلاني انه انا امشي ووافقوا على العملية، يعني مش عشان الوزن كان زايد شديد. تمام. طيب، عايزة اقول لكم حاجة. التكميم انا ان شاء الله حوريكم الاكل اللي كنت بعمله، البرنامج اللي كنت يعني باخده بمشي به، هو ادوني طبعا الحاجات دي كلها. بس قبل الحاجة دي كلها انا حاقول لكم حاجة. هو قرار يا جماعة، يعني بيختلف من زول للتاني. التكميم هو قرار. انا كضحى ما ندمانة ان انا اخدت القرار ده نهائي، ولو الزمن رجع بي هاخده تاني. يعني انا حسي من شهر 12 لحد حسي شهر 4 انا ناقصة قريب 30 كيلو. تمام. الناس اللي بتعمل عملية تكميم على حسب اللي انا فهمته انه مع الرياضة ومع حاجات تانية ممكن تصلوا لحد تنزلوا لحد 40 كيلو. تمام. في خلال سنة. اما انا حاسه دي يعني الحمد لله ماشيه بالبرنامج المدينين له، ماشيه بالتعليمات كلها، ودي اهم حاجه في التكميم. تمشوا بيها، فصدقوني بتشوفوا نتيجه حلوه شديد. زي ما قلت لكم، انا وزني ما كان زايد شديد، اللي هو الوزن اللي بخليني انا امشي اتعقد منه ولا امشي اعمل عمليه. لكن انا بصراحه حبيت نفسي حسعدي، بديت ارجع ضحى الزمان. بعدين التغيير مش من برا بس، لا، في تغيير من جوا. الحمد لله انا قبل العمليه اصلا ثقتي ما شاء الله في نفسي عرفته. ف ف ف فبتديكم حاجات، طاقات ايجابيه كويس. ان شاء الله لقدام حتكلم لكم عن تكميم بالتفاصيل، والناس ممكن ترجع في القناه بتلقوها قاعده في تكميم الحلقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، تقريبا وقفت في 4 حلقات. لو عندكم اي اسئله ممكن تكتبوها لي بخصوص الموضوع ده، وانا اقدر ارد عليها ان شاء الله قريب. يلا، مع السلامه.